وخلع فرعون الخاتم بتاعه من ايده ولبسه ليوسف، وسماه فرعون صفنات فعنيح، ومعناه باللغة المصرية القديمة مخلص العالم أو حافظ الحياة. وجوزه من إسنات بنت فوطي فارع كاهن أون. وقتها يوسف كان عنده 30 سنة. اديكم شايفين الخير الكتير اللي ربنا بعته، وانا امرت ان تتبني مخازن في كل مدينة وكل قرية. انا عاوزكم بقى تجمعوا كل الحبوب والثمار والقمح وتقسموهم، وتجمعوا كل نوع في مخزن لوحده، البقول لوحدها والثمار لوحدها، انما القمح ففي مخزن لوحده. وعاوزكم كمان تكتبوا الاعداد والاوزان. يلا بسرعة مفيش وقت، اهم حاجة الدقة والنظام. وخزن يوسف قمح كتير جدا زي رمل البحار، ومن كتر عدده ما بقاش عارف يعده. وقبل سنين الجوع يوسف خلف ابنين من إسنات مراته اللي جوزها له فرعون، وسمى ابنه الكبير منسى والصغير إفرايم. يوسف، معناهم ايه اسامي اولادنا منسى وافرايم؟ انا سميت ابني البكر منسى لان ربنا نساني كل اتعابي وكل اللي حصل لي بسبب اخواتي، انما افرايم لان ربنا خلاني مثمر ومتبارك في ارض غربتي. وخلصت 7 سنين الشبع، وابتدت 7 سنين الجوع زي ما يوسف قال، وكل البلدان بدأت تجوع وتفتقر، ومفيش أي زرع بيطلع ولا ثمر. إنما مصر كان فيها خير وفيها أكل. ايه في ايه كل الدوشة دي عشان ايه؟ هنموت من الجوع يا مولانا، الحانا، احنا جعانين وعيالنا جعانين. روحوا ليوسف واللي يقول لكم عليه تسمعوا كلامه فيه وتعملوه. وفعلا راحوا أهل أرض مصر ليوسف، وكل ناظر يوسف كان معينه على قرية أو مدينة ابتدى يفتح المخازن ويبيع للناس. وكل يوم كان بيشتد الجوع في أرض مصر. مش بس كده، لكن كمان كل شعوب البلدان كانت بتيجي ليوسف عشان تشتري منه، لأن الجوع كان شديد عليهم جدا. مش لاقي قمح خالص عشان نخبز، ومفيش لقمة عيش. عمالين تبصوا لبعض وتسألوا هتعملوا ايه؟ اديكم شايفين ولا في مطر ولا في زرع عدل، مستنيين ايه لحد ما نموت من الجوع؟ انا سمعت ان مصر فيها قمح، يلا روحوا مصر واشتروا لنا من هناك قمح عشان ما نموتش من الجوع. طيب يا بابا، احنا هننزل مصر، يلا بينا يا اخواتي، حضروا فلوسكم وحاجتكم وهننزل على مصر. انزلوا يا ولاد وربنا معاكم، بس ما تاخدوش بنيامين معاكم لحسن يحصل له حاجة ويروح من زي ما راح اخوي يوسف. ده يعقوب، ودول اخوات يوسف اللي باعوه. نزل ال10 اخوات لمصر عشان يشتروا القمح، لان الجوع شديد جدا عندهم. وسابوا بنيامين اخوهم ال12 في البيت مع يعقوب، لانه خاف عليه يجراله حاجة زي يوسف ابنه. تفتكروا هنعرف ناخد الكمية اللي عاوزينها من القمح؟ انا سامع ان سيد مصر اللي مسؤول عن المخازن راجل شديد وقوي جدا. مش عارف يا اخويا، ادينا نازلين اهو، هنستعطفه ان لينا اب شيخ كبير في السن وان لينا اولاد كمان. يوسف كان هو المسؤول بقوة عن كل المخازن، ومحدش يقدر يطلع قمحاية واحدة من غير ما يرجع له، ولازم اي حد عاوز يشتري يروح ليوسف الاول. اهو هناك اهو، شكله هو الراجل اللي بيقولوا عليه سيد مصر. خش انت بقى يا يهوذا، انت بتعرف تتكلم حلو. يوسف وهو بيشوف الناس اللي داخلين عليه شاف اخواته وعرفهم، فاتنكر واتكلم معاهم بطريقة ناشفة. انتم مين؟ وايه اللي جابكم هنا؟ انطقوا. احنا العبرانيين جينا مصر عشان نشتري قمح. يوسف عرف اخواته، لكن هما ما يعرفوش ان ده يوسف اخوه. افتكر يوسف الاحلام اللي حلمها لما كان بيقول لهم انهم هيسجدوا له. انتم باين عليكم جواسيس، انتم شكلكم جايين تتجسسوا على ارض مصر. لا يا سيدي، احنا عبيدك، ناس بسطاء وجينا نشتري اكل. احنا كلنا اخوات ولاد راجل واحد وناس امينة، احنا مش جواسيس خالص. لا، انا متأكد انتم شكلكم جواسيس
وجايين تشوفوا أرضنا. يا مولانا، احنا عبيدك اللي واقفين قدامك 10 اخوات من ارض كنعان، ولينا اخ تاني عند ابونا في البيت، يبقى عددنا 11. وكان لينا اخ وما نعرفش هو فين. انتم كدابين، أنا متأكد إنكم جواسيس. ولو فعلا كلامكم صحيح زي ما بتقولوا، وحياة فرعون، مش هتخرجوا من مصر إلا لما يجي أخوكم الصغير لحد هنا قدامي. ابعتوا واحد منكم يروح يجيب أخوكم الصغير، والباقي منكم هيتحبس هنا لحد ما أشوف كلامكم حقيقي ولا بتكذبوا. ولو طلعتوا كدابين يبقى أنتم جواسيس. يا حراس، خدوهم احبسوهم في السجن. ارحمنا. وحبس يوسف إخواته لمدة 3 أيام. هنعمل ايه؟ هنعمل ايه في اللي حصل فينا دلوقتي؟ الراجل فاكرنا جواسيس، يعني لو ما متناش من الجوع في ارضنا كنعان هنموت هنا بتهمة احنا ما عملناهاش، وهيموت ابونا يعقوب وكل اهلنا من الجوع والحصر عليه. وفي اليوم الثالث بعت يوسف جابهم من السجن. بصوا، انا راجل بخاف ربنا وما بحبش اظلم ولا اذي حد. لو عملتوا اللي هقول لكم عليه هتعيشوا، ولو انتم فعلا امناء وصادقين زي ما قلتولي، انتم 10، انا هحبس واحد في بيت السجن، وهسيب ال9 الباقيين يرجعوا لارضكم، وهديكم كمان قمح عشان تقدروا تعيشوا انتوا واهلكم في المجاعه دي. بس بشرط، هتروحوا تجيبوا اخوكم الصغير وترجعوا هنا تاني، وبكده تبقوا فعلا صادقين. وبعدين هنعمل ايه في الكلام اللي بيقوله ده؟ شكل اللي بيحصل لنا ده بسبب اللي عملناه في اخونا يوسف زمان. ايوه، احنا فعلا غلطانين. شفناه وهو في ضيقته بيتحايل علينا نرحمه وما نبيعهوش، واحنا ما سمعناش وسبناه. كل الضيقه اللي بتحصل لنا دلوقتي دي بسبب اننا كنا اشرار معاه فعلا. انا مش قلت لكم ما تعملوش حاجة في الولد وانتوا ما سمعتوش كلامي؟ اهو جه الوقت اللي بنتحاسب فيه بسبب اللي عملناه. إخوات يوسف افتكروا كل اللي عملوه في يوسف، وقد إيه هو طلب منهم يرحموه وما سمعوش ليه. يوسف كان سامعهم وفاهم لغتهم، هما ما كانوش يعرفوا إنه فاهمهم. يوسف اتأثر جدا وقام وعيط جامد جدا ورجع لهم. خلاص فكرتم في كلامي؟ اعتقد ده عرض ما ينفعش يترفض. اللي تشوفه جلالتك. تمام، قررتم هتسيبوا مين؟ ولا اقول لكم انا هاخد اخوكم ده. يوسف أخد شمعون أخوهم وربطه قدام عينيهم وحبسه، وبعدها أمر عبيده يتملي كيس كل واحد منهم بالقمح. مش بس كده، ده كمان يرجعوا لهم فلوسهم في الأكياس ويدوهم أكل يسندهم في الطريق. إخوات يوسف أخدوا أكياسهم وحطوها على حميرهم ومشيوا من مصر. وهم ماشيين في الطريق، واحد منهم فتح الكيس بتاعه عشان يدي للحمار علف عشان ياكل. لقى الفلوس بتاعته في الكيس. الحقوني، بصوا انا بفتح الكيس بتاعي عشان ادي الحمار علف، لقيت كيس الفلوس ده موجود. ووصل إخوات يوسف لبلدهم عند يعقوب أبوهم. ايه يا ولاد، قلقتوني عليكم، اتأخرتم قوي كده ليه؟ هو هناك زحمة؟ يا ريت يا بابا، يا ريت كانت زحمة وبس. احنا حصلت معانا مشاكل كبيرة في مصر. الراجل سيد الأرض كلها افتكرنا جواسيس وحبسنا. حكينا له إننا 12 أخ وحكوا له كل اللي حصل لهم في مصر. واحنا دلوقتي لازم نرجع مصر تاني باخونا بنيامين عشان يصدقنا ويصدق اننا مش كدابين ومش جواسيس، ونحرر اخونا شمعون. ده حتى الفلوس اللي دفعناها لقيناها تاني في اكياسنا ومش عارفين مين حطها. ازاي ده حصل؟ انقذنا يا رب. انتم عملتم ايه بس عشان يحصل كل ده؟ هتموتوا كل ولادي. يوسف معرفش ايه اللي جراله، وشمعون محبوس، وعايزين كمان تاخدوا بنيامين. كتير قوي عليا اللي بيحصل، كتير قوي كل ده. اقتل ابني لو ما رجعتلكش بنيامين سليم. اوعدك يا بابا هرجعهولك سليم. سلمهولي في ايدي وهرجعهولك. انتوا لو اخدتوا بنيامين مني واتأذى انا هيجرالي حاجة، هموت من الحزن. اخوه يوسف مات وما فضليش غير بنيامين. لا يعني لا،
بنيامين مش هينزل معاكم. اخوات يوسف قعدوا وما رجعوش مصر، لان يعقوب ابوهم مرضاش يديهم بنيامين. زاد الجوع في كل الاراضي جدا، والاكل والقمح اللي جابوه اخوات يوسف من مصر خلص. يا ولاد جهزوا نفسكم عشان تنزلوا مصر، تشتروا لنا شوية أكل. أديكم شايفين خلاص ما بقاش في أكل والقمح خلص. وهنعمل ايه مع الراجل اللي في مصر اللي عايزنا ناخد بنيامين اخونا معانا؟ ده قال لنا مش هتشوفوا وشي ولا هتعرفوا تقابلوني من غير ما يكون اخوكم معاكم. لو هتبعت معانا بنيامين اخونا هننزل، لكن لو مش هتبعته مش هنقدر ننزل ولا هنعرف نجيب اكل، وهنموت كلنا من الجوع. وليه قلتوله أصلا إن عندكم أخ تاني؟ ليه؟ الراجل سألنا احنا مين ومنين، وسأل ابوكم حي ولا ميت، عندكم اخوات تاني ولا لا، فاحنا جاوبناه. نعرف منين يعني انه هيعمل معانا كل ده ويقول لنا هاتوا اخوكم؟ يلا يا بابا ابعت الولد معايا عشان ننزل مصر ونجيب اكل لينا ولولادنا ونعيش. المجاعة هتموتنا كلنا. انا هضمنهولك، وانا اللي مسؤول عنه، هو في حمايتي. ولو ما رجعتلكش بيه هعيش طول عمري مذنب قدامك. احنا لو ما كناش قعدنا الوقت ده كله كان زماننا نزلنا مصر مرتين. احنا اتأخرنا على الراجل قوي. خلاص انزلوا خدوا بنيامين وأمري لله، وخدوا معاكم هدايا، وخدوا فضة جديدة، والفضة القديمة اللي لقيتوها في أكياسكم يمكن يكونوا نسيوها. والله القدير يديكم رحمة ونعمة قدام الراجل، ويحرر أخوكم شمعون وأخوكم بنيامين، وترجعوا لي بالسلامة. وفعلا اخوات يوسف اخدوا هدايا وفضة كتير ونزلوا مصر، ومعاهم اخوهم بنيامين، ووقفوا قدام يوسف.